طاجن اللحمة بالبامية من الأكلات المحببة لينا كلنا تقريبا. مفيش سفرة بتخلى من عليه سواء في عزومة أو في الأيام العادية. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة وسريعة كده. هنختصر خطوة سلق اللحمة. هنعمله اللحمة تكون دايبة دوبان كده زي ما انتوا شايفين، والبامية مستوية ولكن مش مهرية، محتفظة بشكلها. لو أول مرة تشوفوني أنا يوستينا. حلة على النار نزلت كده بمعلقة من الزبدة. طبعا تقدري تقللي كمية الدهون لو انتي هتحطي قطع من الدهن بتاعت اللحمة. وعليها كده بصلاية متقطعة صغير. هقلب فيها لغاية بس ما تدبل وتاخد لون أصفر معايا كده. أنا مش عايزاها تاخد لون أغمق من كده ولا حاجة. وهنزل عليها كده بمعلقة كبيرة من الثوم. برضو هقلب فيها لغاية ما ريحتها كده تطلع. مش عايزة الثوم برضو ياخد لون ولا أي حاجة. تمام. ودلوقتي معايا نص كيلو من اللحمة الموزة متقطعة قطع متوسطة كده. لو حابة ان انتي تقطعيها حتت يعني أصغر من كده براحتك. لو حابة ان انتي تستخدمي كمية لحمة أكبر أكتر أو أقل برضو دي حاجة ترجعلك. هقلبها كده مع البصل والثوم. أنا عايزاها تاخد صدمة وما تنزلش ولا نقطة مية عشان تحتفظ بالسوائل اللي فيها جواها وتبقى طرية معايا كده وجوسي، ما تبقاش ناشفة بعد السوا. البهارات بتاعتنا بقى معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، معلقة صغيرة من الحبهان وورق اللورق المطحون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. تمام. هنزل بيها بقى كده على اللحمة. يعني دي بقى اللي هتخلي لي ريحة اللحمة والبامية رائعة. وفي نفس الوقت كأننا سلقناها بالظبط والعصارة اللي هتطلع منها تكون طعمها حلو. هقلبها بقى كده حوالي 5 دقايق 10 دقايق على قد ما تقدري قلبيها بس ايدك فيها. وهنزل دلوقتي بكوبايتين كبار من الطماطم المعصورة. انا عصرها بربع كوباية من المية، يعني بأقل كمية سوائل. ونزلت عليها دلوقتي بقى بمية مغلية، ولازم مغلية عشان اللحمة ما تشدش معانا. يا دوبك بس غطيت بيها كده اللحمة بس عشان ايه تتسلق. ومعلقة صغيرة كده من السكر عشان تعادل الحموضة بتاعة الطماطم وتسرع لي السوا بتاعتها. ومعلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم، ودي اختياري. لو الطماطم عندك حمرا كفاية مش لازم ان انتي تحطي. ممكن تحطي هريسة شطة او قرن فلفل حامي براحتك. طبعا لو ما عندكيش اولاد. هقلبها وبعدين هغطيها واسيبها تغلي وتستوي مع نفسها كأننا بنسلق لحمة بالظبط. هنا بعد ما استوت تماما دخلت الشوكة فيها كده، ولما لقيتها دخلت خلاص هي كده استوت. هنزل بقى عليها كده بالبامية. أنا مستخدمة بامية جاهزة، وحتى لو مجمدة ما تقلقيش منها خالص. أنا بقمعها في العادي وبشيلها في الفريزر، وبتبقى كأنها طازة بالظبط. لما باجي أسويها بتبقى حلوة جدا. هغطي دلوقتي على البامية اسيبها يا دوبك بس تاخد غلوة. بس الأول أحط رشة كده من الفلفل الأسود، وهحط بقى ملح للبامية بتاعتنا. تمام. أنا محطتش ملح خالص، أنا بحب أحطها قرب ما تستوي كده أروح حاطة البامية الملح. وبعدين هنا بعد ما أخدت غلوة تمام، يعني ما استوتش بس خدت غلوة، هنزل بقى فيها كده في الطاجن عندي. طبعا لو ما عندكيش طاجن زي دوت تقدري انت تستخدمي اي صينية او حتى البايركس اللي عندك مفيش مشكلة. بس ده طبعا حلو جدا وبيوزع الحرارة كويس. هدخله دلوقتي بقى الفرن على درجة حرارة 200. هتقعد حوالي من ربع لتلت ساعة بالكتير وهتكون جاهزة. هنا يا دوبك أخدت معايا ربع ساعة وكانت استوت. فتحت عليها كده الشواية لمدة دقيقتين عشان تاخد لون حلو كده من فوق. عايزة اقول لكم ان الريحة تحفة جدا، ما اخدتش معايا وقت خالص ولا بقى مواعين. حلة نسلق فيها وحلة نعمل فيها البامية. وقدمتها كده مع رز بشعرية. تقدروا تاكلوها مع عيش بتبقى حلوة في الحالتين. شايفين انا حابة ان انا اوريكم شكل اللحمة والبامية. عايزة بقى يعني أطلع حتة كده وأوريكم إن هي مستوية ودايبة، ولكن في نفس الوقت محتفظة بشخصيتها. شايفين اللحمة حلوة جدا دايبة دوبان كده ومش متحملة حتى الشوكة.
والبامية مستوية عندي بس ما اتهرتش لسه، شكل البامية كامل زي ما هو، طعمها حلو وريحة مش قادرة اقول لكم، جربوها ومستنية آرائكم في الكومنت.